هو جا كنت هخبط حالا. جالي الكومنت ده على فيديو من الفيديوز اللي انا بنزلها، اعمل فيديو واتكلم عن الانجليزي وخصوصا في الشغل، هل في دبي او السعودية اللغة هي فارق في التعامل وخصيصا في الشغل، والاهم طورت لغتك ازاي بما اننا تعليم حكومي فالموضوع اكيد اخد وقت. هو الملخص في حد بيسألني ازاي اتعلمت انجليزي، ففي الفيديو ده هقول لكم كل حاجة. اول حاجة انا عملتها ان انا سألت نفسي انا ليه عايز اتعلم انجليزي، وجبت قلم وورقة وكتبت كل الاسباب. بس كان اكتر سبب بالنسبة لي هو ان انا اتفرج على توتوريالز وحاجات تعلمني عن التصوير وحاجات عن الشغل، واتفرج على يوتيوبرز اجانب عشان اقدر افهم هما بيقولوا ايه. تاني حاجة ان انا كنت عايز احضر ورك شوبس بالانجليزي، كانت ورك شوبس عن البيزنس، فدول كانوا اكتر حاجتين فارقين معايا جدا وعايز اتعلم انجليزي عشان. وكان في طبعا حاجات تانية فكتبتها. تاني حاجة وهي ان في اكتر كلمات مستخدمة في الانجليزي، يعني احنا في العادي مش بنستخدم كل المصطلحات الكبيرة، في مصطلحات اللي هي العادية هم تقريبا 2500 مصطلح او 2500 كلمة. فانتوا تقدروا تعملوا سيرش على يوتيوب مثلا وتجيبوها، او تعملوا سيرش على جوجل وتجيبوا الفايل بتاع الكلمات ده اللي هم اكتر كلمات مستخدمة في الانجليزي، وكل يوم تتعلموا مثلا 10 او 20 كلمة وتقعدوا تكتبوهم. يعني مثلا النهاردة تكتبوا 10 او 20 كلمة في النوتة، وتاني يوم تتعلموا 10 و20 كلمة جداد وتراجعوا على ال10 و20 كلمة القدام اللي هم بتوعهم اليوم اللي قبله. فانتوا هتوصلوا مثلا عند اليوم السادس هيبقى عندكم 180 كلمة تقريبا، فهتقعدوا تراجعوا عليهم كلهم، فكده مش هتقدروا تنسوها. تاني حاجة انتوا تحاولوا تستخدموها في دماغكم، ان انتوا لما تشوفوا مثلا حاجة تحاولوا تتكلموا مع نفسكم بالانجليزي. تالت حاجة ان انتوا ما تهتموش باي حد يعني ينتقد، لو نقد بناء، لو هو الشخص ده نيته فعلا كويسة وعايز ان هو يصلح من اللغة بتاعتكم وشايف انه الاحسن مثلا تقولوا الكلمة دي بالطريقة كذا وتتنطق كذا او ده المصطلح الصح، مش مشكلة، اسمعوه وتقبلوا ده. ولكن انا عارف ان الثقافة عندنا في مصر ان الناس بتحب تتريق على بعض، فما تسمعوش للناس دي. لو حد فعلا بيتريق فسيبوكم من الكلام ده. يعني لان حتى بره انا قابلت ناس كتيره الانجليزي بتاعها مش اقوى حاجه وشغاله اصلا، يعني شغاله في اماكن عادي بتتعامل مع ناس وعادي، مش لازم الانجليزي يبقى اجمد حاجه. بس ما اعرفش احنا يعني احس في مصر انه عندنا عقده بقى من الموضوع ده، انه نحكم على بعض بعد الكلمات. في الجرامر بصراحه اكتر حاجه ساعدتني هي الشانل بتاعه دروس اونلاين، ان فيها كل الدروس بتاعه الجرامر بطريقه بسيطه. فكنت بتفرج على كل درس، كنت بعمل لهم داونلود كلهم واتفرج على كل واحد واسجل عندي في النوتس الحاجات المهمه، الحاجات اللي انا استفدتها، التطبيقات وهكذا. وبعدين انا بحس اصلا موضوع الجرامر ده انه مع الوقت لما بتقروا انجليزي كتير او تسمعوا انجليزي كتير هو الجرامر اوتوماتيك بيتصحح، يعني بتعرفوا تركيب الكلمه الصح، بتعرفوا لو الكلمه دي تركيبها مش مظبوط، الضمائر وهكذا. تالت حاجه انا عملتها ان انا شفت حاجه انا بحبها بالانجليزي. في ناس مثلا ممكن تقول لكم اتفرجوا على فيلم مره بسبتايتل عربي ومره بسبتايتل انجليزي وتالت مره من غير سبتايتل. انا بصراحه بزهق، يعني انا لو اتفرجت على فيلم مره واحده مستحيل اتفرج عليه تاني حتى لو ده اكتر فيلم بحبه في الدنيا. فالموضوع ده ما كانش ظابط معايا، فاللي كان ظابط معايا هو ان انا اتفرج على فيديوهات يوتيوب. فوقتها كنت بتابع ديلي فلوجر، هو كان بينزل فيديو كل يوم لمدة سنة، كل يوم كل يوم كل يوم. كان معاه حد بقى بيصور له، بيعمل له اديت، يعني هو بيقف قدام الكاميرا ويتكلم ويصور، وبعدين الاديتور يديت ويظبط وبتاع وينزل الفيديو. فهو كان بيصور حرفيا طول السنة. فبقى وقتها كنت بتابع، انا شفت له تقريبا 200 فيديو 230 فيديو. هو كل فيديو كان بيبقى مثلا 10 دقايق ربع ساعة. فهو كان امريكاني عايش في نيويورك. ميزه بالنسبه لي بصراحه ان هو كان بيروح اماكن، يعني يروح يشتري مش عارف اكل، يروح يشتري حاجه، يسافر، فبيتعامل مع ناس كتير قوي. صحابه بيجيله فبيصور معاهم، فبيتعامل مع ناس، يعني الحياه بتاعته زحمه وفيها احداث كتيره. ده ساعدني ان انا كل يوم اتفرج، فانا بفهم هو لما يقول حاجه ان انا عارف دي معناتها بالانجليزي، ممكن ما اكونش عارف معناها بالعربي، بس اتعلمت بالطريقه دي. انا اتفرج عليه ولا سبتايتلز ولا اي حاجه في الاول ما كنتش فاهم، يعني ممكن قعدت شهر بتفرج كل يوم انا بسمع لايت كلمات قليله، كلمات صغيره اللي هي الكلمات اللي اتعلمناها بس. توتال انا فاهم الفيديو بيدور حوالين ايه، بس مسقط شويه حاجات. ممكن بقى ساعات الحاجات اللي كنت مسقطها دي ممكن اعملها سكرين ريكورد وافضل اسمعها كتير واعمل عليها سيرش، او ممكن اكتب الكلام ده. لو في اوبشن ان انتوا بتفعلوا السبتايتلز عادي على اليوتيوب فالكلمه بتظهر قدامي فممكن اكتبها. دي واحده من اكتر الحاجات اللي ساعدتني. تخليني تتفرجوا مثلا على 200 فيديو بالانجليزي
هيفرق معاكم جدا، هيفرق معاكم في الجرامر، هيفرق معاكم في ترتيب الكلام. وبرده من الحاجات اللي ساعدتني هي الكتب. انتوا لو جبتوا كتاب بالانجليزي وقريتوه، حتى لو مش لازم مش شرط ان انتوا تفهموا بالظبط الكتاب بيقول ايه، بس ده بيساعد اللغة ان هي تبقى اقوى. وطبعا بقى الممارسة. كان وقتها كان في ويب سايت اسمه اوميجل كان شغال، مش عارف هو شغال دلوقتي ولا لا، بس الويب سايت ده بيبقى فيه بقى تعرفوا على ناس والجو ده، ناس غريبة يعني، كلها ناس غريبة تعرفوا على بعض. فوقتها ساعات كنت بفتحه واتكلم مع ناس. بس دلوقتي فيه تقريبا كامبلي، في ابلكيشن لونه اخضر، والله كنت بتعلم عليه اسباني بس ناسي اسمه. لو حد عارف بجد يكتب تحت في الكومنتس. دلوقتي بقى الدنيا اسهل يعني، دلوقتي بقى في ابلكيشنز وفي حاجات كتير بتسهل ان الواحد يتعلم انجليزي. 3 شهور مثلا او 4 شهور بتعلم. وقتها كنت مخلص ثانويه عامه فمستني بقى النتيجه، فكان عندي وقت كبير فاضي. فهو دلوقتي انا كنت بتعلم فيه واطور فيه من نفسي. عندي كول هاخدها وارجع لكم. كنت بقول ان البراكتس، وان انا وقتها لما قعدت كذا شهر بعدها حضرت ورك شوبس. كان في وقتها ايفنتس زي رايز اب، تكني سامت، دول كانوا ايفنتس كبار عن البيزنس. فوقتها حتى كنت بحضر حاجات حتى لو انا مش مهتم بيها، بس كانت حاجات بالانجلش. انا فاكر مره حضرت ورك شوب عن الفاشن ديزاين، وليه الفاشن شوز بتحصل، وايه الفرق ما بين الفاشن شوز بتاعه البراندز والحاجات اللي موجوده في الستور مثلا. دي حاجه انا عمري ما اشتغل فيها بس حضرتها، قلت ممكن اجرب، ممكن اكون مهتم بالحاجه دي، واكتشفت انه لا، بس حضرتها. ودي كانت بالانجلش. كنت بقابل برضو ناس اجانب وبتكلم معاهم عادي بالانجلش، حتى لو الانجلش وقتها كان مكسر، بس عادي، محدش كان بيعلق ابدا. فدي حاجه ساعدتني. بالنسبه بقى انه الانجليش بيفيد في السعوديه ودبي وكذا. السعوديه ما اقدرش اعرف يعني، ما اقدرش احكم، بس اظن العربي في السعوديه هيبقى تمام. دبي لازم انجليش يعني، على الاقل لو حد اشتغل في شركه مثلا، زمايله اللي هيكونوا معاه هيكونوا بيتكلموا انجليش، او لو هو حتى بيبعت ايميل لحد عربي في الشركه هيبعته بالانجلش، ومش كل شويه يفتح جوجل ترانسليشن يعني ويقعد يترجم. فهو لازم يكون بيتكلم انجلش. بيتعامل مع عمال، لو بيتعامل في السوبر ماركت في اي مكان هيتعامل بالانجلش. فمن اصغر حاجه لاكبر حاجه هيبقى انجلش هو الاهم. هل ممكن بقى يجي هنا ومش معاه لغه مثلا وكده؟ لا، هيبقى صعب جدا. فهو الاحسن ان هو يكون اوريدي متعلم انجلش ويطورها بقى، يحسنها. هيلاقي مثلا ساينس، علامات، هيلاقي حاجات بالانجلش، فممكن يتعلم المصطلح ده يعني كذا. يبقى في مول مثلا فيشوف مثلا مش عارف اتجاهات الاماكن، فيفهم الكلام من لما يشوفه. ده لو جه الخليج. وطبعا لو طلع بره بقى، لو راح امريكا او راح اوروبا هيبقى احسن بكتير، لان هو حرفيا هيبقى بيتعامل بالانجليزي. تبقى كل حاجه في حياته، بالذات مثلا مترو، بيتنادى على المحطات في المترو، كل حاجه، كل وورنينج، محطات القطر، كل حاجه بالانجليزي هتقويه اسرع بكتير جدا. وانا شايف ان هو مهم يعني، مهم من اهم الحاجات في العصر اللي احنا فيه. ومعظم المعلومات دلوقتي بالانجلش، ومعظم الابديتس والحاجات الجديده بالانجلش. غير كمان ان انا كنت عندي كول هاخدها وارجع لكم. المكالمه طولت والكاميرا فصلت. كنت اقول لكم حاجه مهمه، ان انا اول ما جيت الامارات هنا كان معايا ناس، فهم ما كانوش بيتكلموا انجليزي، كان صعب بالنسبه لهم. فعشان يتحركوا لاي مكان او يركبوا مواصلات او يشحنوا كارت المواصلات حتى، او يجيبوا حاجه من السوبر ماركت، كنت لازم اكون معاهم. لان احنا كنا تقريبا جروب كبير، وكنا 2 بس اللي بنتكلم انجليزي. فكان ازمه بقى بالنسبه لهم حتى ان هم يطلبوا اكل او يجيبوا ابسط الحاجات لو هم مش بيتكلموا انجليزي هنا في دبي، يعني العربي مش هيظبط. فدي الخطوات اللي ساعدتني ان انا اتعلم انجليزي. وده الرد بتاعي، هل هو هيفرق في السعودية ودبي؟ خلينا نشوف باقي الكومنت بس عشان اتأكد ان انا رديت عليه بالظبط. انجليزي خصوصا في الشغل. الانجليزي في الشغل انا حاسس ان انا جاوبت على السؤال. لو عندكم برضو اي اسئلة ليها علاقة باللغة قولوا لي تحت في الكومنتس. وانا عايز اعمل فيديو Q&A يعني، عايز اجمع اسئلة كتيرة. انتوا لو عندكم اسئلة كتيرة قولها لي تحت في الكومنتس، وانا هعمل فيديو. ممكن يبقى الفيديو قبل الاخير. هو كنت هخبط حالا. العربية وقفت فجأة، فالعربية اللي قدامي وقفت وانا كنت خلاص. فانا بفكر اعمل الفيديو قبل الاخير ان انا ارد على كل الاسئله. فانتوا لو عندكم اي اسئله اكتبوها لي تحت، وانا هعمل فيديو مخصوص واجاوب عليها كلها. وبس، لو عجبكم الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، بجد هيفرق. شكرا على 100,000.
بجد مبسوط جدا، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.